السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي ومتتبعي الكرام، من أحد القصور المغربية، قصر مغربي. باش ما يقولش لك شي واحد، احنا الحمد لله ولاد الملوك. آه، المملكة المغربية، أحد القصور المغربية اللي غنوريكم فيه بزاف ديال الحوايج اللي من التراث المغربي ديالنا. آه، كنشكروا صاحب هذا القصر اللي منحنا الشرف على اننا نتعرفوا على مجموعه من الامور اللي في التراث ديالنا التقليدي، واللي باني القصر ديالو على الشكل التقليدي وبالنمط المغربي الاصيل. نتوما كما كتشوفوا الزليج، ان شاء الله غنشوفوا كل حاجه عن قرب. تحياتي لكم جميعا. بدايه، اول حاجه اللي غادي نديرو هو الباب، الزخرفه ديال الباب تبارك الله ما شاء الله، مرورا بالسقف، التراث المغربي الاصيل تبارك الله ما شاء الله. كنشكروا الاستاذ ديالنا انه منحنا الشرف على اننا نصوروا داخل القصر ديالو. الزليج، بعد اول حاجه المقاعد، الطبله، المقاعد الملكيه، رويال تشيز، يعني شي حاجه اللي من التاريخ ومن تراثنا الاصيل. ها الزليجه ما كتشبه وحده. هذا نفس الجليج اللي كنت وريتكم في صومعة حسان، نفس الزليج. هانت هذه بوحدها مثلات، وهذه مثلات، وهذه نجمة ثمانية. يعني تبارك الله، القصر قصر على النمط المغربي الأصيل. هالجبس المغربي، هانتوما شوفوا الزواقه ديال الجبس المغربي، ماشي داك القبص اللي كيدار بالقوالب. هانتوما مازال هذا ممكن يكون قالب، هذا لا، التراث المغربي الاصيل، عبق التاريخ. الله، عبق التاريخ. ساروا معايا عند الموحدين والمرابطين، المقاعد الملكية. تبارك الله تبارك الله. الأرضية، الرخام، يعني هذه من الأرضية من الرخام. ثم قصر مغربي. اللي بغى يجي يزور هذا المكان هذا، نخلي لكم اللوكاليزاسيون في صندوق الوصف حتى تجيو تزوروه. مكان صراحة فيه بزاف، ولكن ما يزين الصورة، ما يزين الصورة. طلعوا معاه، طلع هادي ان شاء الله. ما يزين الصورة، النمط المغربي الأصيل، النمط المغربي الأصيل مع الصورة دي جلالة الملك. شوفوا تبارك الله، قصر من قصور المملكة المغربية. انتوما قصر من قصور المملكة المغربية. نحن في قصر المنزه. قصر المنزه هذا قصر من القصور المغربية الأصيلة. اللي بغى يعيش في التاريخ، وبغى يزور الموحدين والمرابطين والمارينيين والوطاسيين، وبغى يزور كذلك السعديين إلى العلويين، مرحبا بكم في التاريخ، تاريخ المملكة المغربية، تاريخ المملكة المغربية. إنه المغربية سادة، عاشت المملكة المغربية. وشكرا
صاحب هذا القصر اللي محافظ على التراث، يعني اي حاجه ديالو صراحه كنلمس فيها اللمسه المغربيه. اي حاجه ديالو انا كنشتغل معاه صراحه، واي حاجه يعني حتى من صراحه حتى من المكتب ديالي، النافذه ديالو فيها اللمسه المغربيه وفيها التراث المغربي. كنشكروا جميع من يحافظ على التراث المغربي، وكنشكروا سيد الحاج، وكنشكروا كل الناس اللي كيعشقوا التراث المغربي. كاين شي حاجه اجنبيه ما كايناش، عطيني حاجه اجنبيه ما كايناش. هذه بزاف الحوايج يقدروا الناس يقلدوهم ويقلدوا بزاف الحوايج، لكن هذه والله ما يعرفوا علاش تصلح. هذه كتوضع غير امام الملوك، اللي كنشوفوا الان هو حتى من جلالة الملك تيكون من حدا هذا، وكاين كذلك في العطر حوايج ديالنا يعني تراثنا. والله ما شعرت حتى قبلت رأس صاحب هذا القصر، لأن غير دخلت مع الباب حسيت براسي عند المرابطين ولا عند الموحدين. جولة في تاريخ المملكة المغربية. تحياتي لكم جميعا. المهم، الحاجة اللي نقول لكم، هذا المكان هذا فيه قصر وفيه مقهى، يعني تقدر تجي تقهوى في الباب. كاين ريستورون، كاين كافي، صالون دو تي، وكاين هذا القصر هذا، وكاين التاريخ ديال المملكة المغربية، وكاين كرم الضيافة. ومرحبا بكم في قصر المنزه، مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية. مرحبا بكم في تاريخ المملكة المغربية في أحد قصورها، وتحياتي لكم جميعا. إلى اللقاء.